السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة الحصة الرابعة من فيديوهات تأسيس الخريطة. طبعا كل اللي لسه ما شافش الحصص اللي احنا أخدناها قبل كده هسيب لكم برضو لينك كل الحصص في أول تعليق. بالنسبة طبعا في حاجة مهمة كده عايزة أتكلم عنها قبل ما أبدأ حصتنا النهاردة. طبعا بالنسبة لفيديوهات التأسيس ده مهمة جدا 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 جدا، يعني بركز عليها قوي. يعني انت لو بدأت بيها يعني تعتبر في الخريطة بقيت كده متميز فيها جدا. فعلشان كده لما تبدأ المنهج هتحس ان انت مرتاح خالص في المنهج. ان انا بسطت عليك حاجات كتيرة جدا هتقابلك في المنهج بعد كده. ودي ملهاش علاقة بتغيير المنهج او المنهج مش هيتغير، لا، زي ما قلت لكم قبل كده دي اساسيات ثابته معاك في الخريطه. مش بتساعدك كمان في السنه دي، لا، ده في السنين الجايه ان شاء الله. طب بالنسبه بقى معايا اللي تابعوا كل الفيديوهات اللي فاتت، علشان النهارده حصتنا حصه مهمه جدا تعتبر هتجمع كل حاجه في الخريطه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت واللي احنا لسه هناخدها النهارده. طب بالنسبة للخريطة بتاعتنا زي ما قلت لكم قبل كده احنا بندرس خريطة مصر. يعني انا بدرس خريطة بتاع دولتي، انا ما ينفعش ادرس خريطة دولة تانية، لا، انا بدرس خريطة الدولة اللي انا بعيش فيها اللي هي دولة مصر. طب انا يا مس الخريطة ديت ايه الحاجات اللي المفروض اعرفها فيها؟ طبعا الخريطة بتجيلك صماء. يعني ايه صماء؟ وانا وضحتها قبل كده، يعني بيبقى خريطة مش عليها اي بيانات خالص، بتبقى خريطة فاضية وانت تبدأ تحط البيانات عليها او المعلومات اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. طب في حاجات انا كده اخدتها من الحصة اللي فاتت، شوية اساسيات كده على الخريطة وعرفناها مع بعض. انا النهاردة في حصتنا هنضيف شوية حاجات على الخريطة. طب الحاجات اللي انا هضيفها النهارده مع الحصه اللي فاتت انا جمعتها لكم كلها في الخريطه اللي انتوا شايفينها معاكم النهارده. طب الخريطه ديت الاساسيات الموجوده ديت انا لازم اعرفها، ايوه لازم تعرفها، دي حاجات لازم تكون عارفها في خريطه مصر لان هي ثابته معاك. يعني انت بعد كده في السنين الجايه هتقول لي لا خلاص انا خدت الحاجات دي مش هاخدها، لا السنين الجايه لا، دي حاجات ثابته، مش هيديها لك السنين الجايه، خلاص هو المفروض انت تكون عارفها من السنه دي. فعلشان كده انت لازم تكون عارفها كويس قوي قوي قوي، دي اللي انت يعني زي ما قلت لك كده زي العمليات الحسابيه كده، الجمع والقسمه والضرب والطرح والحاجات دي كلها بتبقى ثابته معاك عشان تساعدك بعد كده. برضو في حاجات موجوده على الخريطه ثابته معاك هتساعدك في الخريطه بعد كده. طب نبدا كده مع بعض بالخريطه بتاعتنا. هفكر كده بعض باللي احنا اخدناه قبل كده. طبعا احنا اخدنا قبل كده تعريف الخريطه وقلنا الخريطه ديت عباره عن رسمه. انا لما باجي ارسم انا برسم الخريطه رسمه. طب انا برسم ايه؟ برسم جزء لسطح الارض او الارض كلها، يعني مش لازم ارسم الارض كلها، لا انا ممكن ارسم جزء منها. يبقى هي رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه باستخدام مجموعه من الرموز والالوان ومقياس رسم. طب انا عايزه اعرف، احنا زي ما قلت لكم قبل كده لما برسم الخريطه انا بلون الخريطه. انت عندك فيه 3 الوان ثابته على الخريطة، في ألوان بعد كده أنت هتدرسها برضو، بس في 3 ألوان يبقى أقول على أساسيات الخريطة. ال3 ألوان دول إيه هما؟ الأخضر والأزرق والأصفر. يبقى الأخضر والأزرق والأصفر. الأخضر ده بيوضح لك المناطق الزراعية، الأراضي الزراعية. لو هتلاقي على الخريطة وأنا هوضحها لكم النهاردة، الخريطة ساعات بتلاقي كده متلون عليها لون أخضر، دي معناها أراضي زراعية. طب اللون الأصفر دي أراضي صحراوية وهقول عليها دلوقتي. طب اللون الازرق دي معناها مسطحات مائيه. يعني ايه مسطحات مائيه؟ يعني اي حاجه ميه. طبعا اي ميه بتبقى لونها ايه؟ لونها ازرق. طب انا هقولها دلوقتي عشان قبل ما اوضحها على الخريطه. طب انا لسه قايله دلوقتي احنا عندنا كام لون وعايزاكم تتكلموا معايا. يلا انا عندي كام لون على الخريطه اساسيين ما باجي الون بهم الخريطه؟ 3: الازرق والاخضر والاصفر. الازرق معناه ايه؟ معناه مسطحات مائيه. طب يا ايه يا مس المسطحات المائيه اللي موجوده على خريطه مصر؟ احنا عندنا في مصر فيها ايه؟ بحار وانهار.
يعني مصر بيوجد فيها بحار وأنهار، بيوجد فيها محيطات؟ لا، لأن دي هدرسها بعد كده بس في خريطة العالم. يبقى مصر إيه المسطحات المائية الموجودة عندنا في مصر؟ بحار وأنهار. طب البحار زي إيه مس؟ إحنا عندنا بحرين بس، البحر الأحمر والبحر المتوسط. طب إحنا الأنهار إحنا عندنا نهر واحد بس اللي هو نهر النيل. كل ده بسميه مسطحات مائية. يبقى المسطحات المائية تاني بيبقى لونها إيه على الخريطة؟ بيبقى لونها أزرق، يعني أي مية بلونها أزرق زي البحر الأحمر، البحر المتوسط، نهر النيل. دول اللي بيبقى لونهم أزرق على الخريطة. طب إحنا عندنا اللون التاني اللي هو اللون الأصفر. اللون الأصفر لسه قايلة دلوقتي هي عبارة عن أراضي صحراوية. الأراضي الصحراوية دي ثلاثة تكون عارفهم كويس قوي: الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية، شبه جزيرة سيناء. تاني وتحفظ الجزء ده كويس قوي قوي، يلا كرر معايا اللي انا بقوله. يبقى الأراضي الصحراوية عندنا كام حاجة؟ ثلاثة. ها هم الثلاثة دول لسه قايلة دلوقتي: صحراء شرقية، صحراء غربية، شبه جزيرة سيناء. دي بسميها أراضي صحراوية. طب لسه تالت لون، اللون الأخضر، دي أراضي زراعية. الأراضي الزراعية احنا عندنا ثلاثة: ها الدلتا والوادي ومنخفض الفيوم. الدلتا والوادي ومنخفض الفيوم. يبقى لو تلاحظ ان انت هتلاقي كل لون في ثلاث حاجات. يبقى اللون الازرق بحر احمر، بحر متوسط، نهر النيل. طب اللون الاصفر صحراء شرقيه، صحراء غربيه، شبه جزيره سيناء. طب اللون الاخضر اللي انا لسه قايلاه دلوقتي اللي هي الدلتا والوادي ومنخفض الفيوم. دي بقول عليها اراضي زراعيه. يبقى انا كده خلصت الالوان. الالوان دي بتبقى موجوده فين على الخريطه؟ بتبقى موجوده في مفتاح الخريطه اللي انا درسته قبل كده في عناصر الخريطه. قلنا عناصر الخريطه فيها مفتاح تحت، المفتاح بيبقى مربع كده، بيبقى او قلت لكم زي صندوق كده او مربع، بيبقى جواه الوان ورموز. الالوان دي هي اللي بتعرفك الخريطه اللون ده معناه ايه على الخريطه. طب تعالوا بقى معايا في الخريطه الاساسيات اللي انا هقول عليها، وفي حاجات اساسيات اللي انا اتكلمت عنها المره اللي فاتت وانا موضحها لكم بالارقام. بصوا على الخريطه كده، رقم واحد على الخريطه فوق خالص في الشمال اللي هو البحر المتوسط. يبقى واحد على الخريطه فوق البحر المتوسط. رقم اتنين ناحيه الشرق اللي احنا واخدينها شمال جنوب شرق غرب، يبقى واحد في الشمال البحر المتوسط، اتنين في الشرق البحر الاحمر. طب رقم ثلاثة في الجنوب تحت اللي هي دولة السودان. طب رقم أربعة اللي هي في الغرب اللي هي دولة ليبيا. هقولهم تاني الأربعة دول اللي احنا أخدناهم المرة اللي فاتت: شمال جنوب شرق غرب. يبقى شمال فوق رقم واحد البحر المتوسط، رقم اتنين ناحية الشرق البحر الأحمر، تلاتة في الجنوب دولة السودان، أربعة في الغرب دولة ليبيا. طب ندخل على خمسة وستة. طبعا قلت لكم المره اللي فاتت البحر الاحمر بيطلع منه كده خليجين، في واحد قصير وواحد طويل. خمسة القصير يبقى خليج عقبه على طول، يبقى تلاقي القصير تقول عليه خليج عقبه. طب ستة الطويل يبقى خليج السويس. طب خليج السويس طالع فوق كده رقم سبعة، فوق عنده قناه دي اسمها قناه السويس، دي قناه مائيه بتوصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط، دي رقم سبعة. طب رقم تمانية، تعالوا بقى في المناطق الصحراويه. تمانية اللي هي الصحراء الشرقيه لانها ناحيه الشرق. طب تسعة الصحراء الغربية ناحية الغرب. طب يبقى تاني 8 صحراء شرقية، 9 صحراء غربية. طب 10 في النص شبه جزيرة سيناء، يبقى 10 دي اسمها شبه جزيرة سيناء. طب 11 فوق خالص اللي هي عبارة عن مثلث، دي الدلتا، ودي بتتلون باللون الأخضر لأنها أراضي زراعية. طب 12 دي نهر النيل. يبقى انا قلتهم كلهم اهو. يبقى تاني عشان هوضحها دلوقتي على الخريطه، انا جبت لك خريطه صماء اهو. يبقى انا وضحت النهارده الحاجات الزايده اللي احنا قلت لكم هضيفها على خريطه مصر. انا ضفت المناطق الصحراويه اللي هي الاراضي الصحراويه. يلا فكرني كده، ايه هي الاراضي الصحراويه اللي انا قلت عليها؟ 3 مناطق: صحراء شرقيه، صحراء غربيه، شبه جزيره سيناء. طب ايه هي المسطحات المائيه؟ 3: بحر احمر، بحر متوسط، نهر النيل. تالت حاجة عندنا اللي هي الأراضي الزراعية اللي هي الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. وطبعا دي أنا بقول عليها اللي هي واخدة اللون الأخضر زي ما وضحتها لكم دلوقتي. ويهمني دلوقتي إن أنت تعرف الدلتا دي بتبقى عبارة عن مثلث زي ما وضحتها لكم على الخريطة، بيبقى كلها أراضي
هي أراضي زراعية، فعلشان كده بتبقى لونها أخضر. طب تعالوا بقى معايا للخريطة اللي قدامكم ديت، وأنا عايزاك بقى بعد ما احنا درسنا الخريطة وعناصر الخريطة وعرفنا الأساسيات الموجودة على الخريطة اللي هي اللي كمان وردة البوصلة، أنا تعالوا نفكر كده مع بعض بالأول. أنا هعمل دلوقتي مراجعة سريعة على اللي أنا أخدته قبل كده، وعايزاك بقى تقول معايا. أخدنا قبل كده تعريف الخريطة، يلا مين اللي عارف تعريف الخريطة؟ تعريف الخريطة، سمع حد بيقول اهو، برافو عليك ممتاز. الخريطة فعلا انا لسه قايلاه رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والالوان ومقياس الرسم. طب انا عندي كم عنصر للخريطة؟ حد يقول كم عنصر للخريطة؟ برافو، 5 عناصر. طب حد يقول لي ايه هم الخمس عناصر؟ سمع حد بيقول له برافو عليك. الخمس عناصر اللي هم ايه؟ اللي هم عنوان الخريطة، وردة البوصلة، مقياس الرسم، مفتاح الخريطة اللي هي إحداثيات الخريطة اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض. طب أخدنا قبل كده وردة البوصلة، قلنا وردة البوصلة عندنا فيها بتفيدنا في ايه اهمية وردة البوصلة؟ ممتاز، فعلا وردة البوصلة بتفيدنا في تحديد الاتجاهات. قلنا الاتجاهات نوعين، في اتجاهات اصلية واتجاهات فرعية. حد يقول لي الاتجاهات الاصلية عددها كام؟ 4، فعلا شاطر. طب ايه هما؟ ايوه، شمال جنوب شرق غرب. طب الاتجاهات الفرعية حد يقول لي عددها كام؟ سمعت حد بيقول اهو، ممتاز، فعلا 4 برضو. طب ايه هما؟ شمال شرق شمال غرب جنوب شرق جنوب غرب. طب وعرفنا الاتجاهات الأصلية والفرعية، وعرفنا نوضحها على جهات على خريطة مصر. لما قلنا مصر شمالها ايه؟ قلنا مصر شمالها البحر المتوسط، جنوبها دولة السودان، شرقها البحر الأحمر، غربها دولة ليبيا. الحاجات دي بقى أنا بوضحها على الخريطة. طب تعالوا بقى معايا نوضح الخريطة بتاعتنا، ودي الخريطة اللي شاملة كل حاجة، ودي اللي انت تركز لي عليها قوي. انا موضحه لك اهو، خريطه صماء. يعني ايه صماء؟ هقولها تاني، يعني خريطه فاضيه مش عليها اي بيانات خالص. طب احنا بقى اللي هنحط البيانات عليها، عشان بعد كده ان شاء الله هعلمكم رسم الخريطه. طبعا انت مش مطالب برسم الخريطه، بس الافضل ان انت ترسمها بايدك وتحط البيانات انت عليها لوحدك، وهعرفك تعملها ازاي. بس انت دلوقتي عندك خريطه فاضيه، ويكون عندك كده كم نسخه لخريطه مصر فاضيه، خريطه صماء تكون مصورها كم نسخه عندك علشان تبدا توضح عليها، هتسهل عليك جدا جدا وتحس ان الخريطه بسيطه. طب الخريطه اللي قدامك دي خريطه صماء، خريطه لمصر. انا موضحه لك عليها 12 حاجه انت مفروض تعرفهم كويس قوي دلوقتي، دي اللي انا يهمني اللي انت تعرفها لحد دلوقتي. دي زي ما قلت لك هتخليك في الخريطه ممتاز جدا جدا. طب نبدا كده مع بعض باول حاجه، واحد على الخريطه. بص بقى معايا بالارقام، وعايزاك تقول معايا قبل ما انا اقول، عايزاك وانت قاعد كده بتشوفني تقول الرقم ده ايه هو على الخريطة. رقم 1 على الخريطة دي البحر المتوسط، عشان هرجع اقولها تاني. طب رقم 2 البحر الاحمر. طب رقم 3 بيقول لك اهو منطقة زراعية، لسه قايل المنطقة الزراعية بيبقى لونها اخضر، ديت ايه؟ بقول عليها الدلتا، عشان كده واخدة اللون الاخضر اهو على الخريطة. لو انت تلاحظ الخريطة اللي قدامك فيها كام لون؟ 3، ازرق واصفر واخضر، يبقى 3 منطقة زراعية الدلتا. طب 4 اللي ناحية الشرق، يبقى 4 دي صحراء شرقية. طب 5 ناحية الغرب يبقى صحراء غربية. طب 6 دي تالت منطقة صحراوية اللي هي في النص ما بين خليج العقبة وخليج السويس، هي واقعة في النص ما بين الاتنين، دي اسمها شبه جزيرة سيناء. عشان كده لما تعرف شبه جزيرة سيناء بتقع ما بين ايه؟ ما بين خليج العقبة وخليج السويس. طب 7 ما فيش عندنا اللي هو نهر واحد اللي هو نهر النيل. طب 8 دي خليج ايه؟ القصير زي ما اتفقت معاكم يبقى خليج العقبة. طب 9 الطويل يبقى خليج السويس. طب 10 ايه هي القناة؟ اتفقنا خليج السويس عليه قناة على طول فوق كده ممتدة، دي اسمها قناة السويس. قلنا دي قناة مائية بتربط ما بين البحر الأحمر بالبحر المتوسط، عشان لو أي سفينة عايزة تعدي من البحر الأحمر وتروح البحر المتوسط تعدي من قناة السويس، والعكس لو جاي من البحر المتوسط وعايزة تروح البحر الأحمر تعدي على قناة السويس. يبقى قلنا 9، قلنا 10 قناة السويس. طب 11 دي دولة ايه؟ ايه الدولة الموجودة في الغرب؟ دي دولة ليبيا، وقلنا دولة ليبيا موجودة في الغرب. طب 12 دي دولة ايه؟ دي دولة السودان لأنها موجودة في الجنوب. دي بالنسبة ل 12 حاجة اللي أنا عايزاك تعرفهم دلوقتي. طب أنا بقى هقولهم دلوقتي تاني
هعيد تاني وانت بقى اللي هتقول معايا. انا قلت لك ال 12 اهو، انا كأني حليتها معاك وانت تبدأ تحلها بقى لوحدك. يلا، مين يقول لي رقم واحد؟ البحر ده دي اسمه البحر ايه؟ ها، سمع حد بيقول؟ ممتاز، فعلا رقم واحد البحر المتوسط. طب يلا اللي بعده رقم اتنين، مين اللي هيقول لي؟ ها، اتنين البحر، ايوه برافو عليك، ممتاز فعلا، لان اتنين دي بحر احمر لان موجودة في الشرق. انا درست ان شرق مصر البحر الاحمر. طب رقم تلاتة، يلا حد يقول لي منطقة زراعية أنا واخداها النهاردة بيبقى فيها أراضي زراعية ولونها أخضر. أيوة برافو عليك، دي فعلا منطقة الدلتا، دي بتعتبر بتمثل لي الأراضي الزراعية. طب رقم عندنا أربعة، حد يقول لي الصحراء إيه؟ ها، فعلا سمعت حد بيقول لي إيه، فعلا زي ما أنت قلت الصحراء الشرقية، برافو عليك لأني موجودة ناحية الشرق. طب خمسة، دي هتبقى الصحراء إيه؟ فعلا شاطر، فعلا دي في الغرب، يبقى في واحدة في الشرق الصحراء شرقية والتانية في الغرب خمسة، دي صحراء غربية. طب رقم ستة، اتفقت معاكم الستة اللي في النص اللي ما بين، أيوة سمعت حد بيقول له فعلا شاطر، اللي ما بين خليج العقبة وخليج السويس، ستة دي شبه جزيرة سيناء، دي تعتبر من الأراضي الصحراوية. طب سبعة عندنا ما فيش إلا هو نهر مين؟ أيوة صح، نهر النيل. طب تمانية خليج ايه؟ سمعت حد بيقول لي فعلا الخليج القصير، شاطر عرفت المعلومة اهو، برافو عليك، الخليج القصير اللي هو بيبقى قصير دي خليج العقبة. طب مين اللي يقول لي الخليج اللي بيبقى طويل دي اسمه خليج ايه؟ رقم تسعة، ممتاز، خليج السويس، يبقى تسعة ده خليج السويس. طب عشرة، خليج السويس عليه قناة سهلة جدا اللي هي قناة، شاطر برافو عليك، قناة السويس. طب عندك 11 دي دولة اللي هي موجودة في الغرب، فعلا دي دولة ليبيا، و12 تحت خالص في الجنوب اللي هي دولة السودان. ممتازين، برافو عليكم، أنا مبسوطة منكم النهاردة لان شايفاكم بتتجاوبوا معايا وبتقولوا اللي انا بقوله. فاحنا ان شاء الله مكملين معاكم حلقات التأسيس الخريطة. احنا مش فاضل معانا الا حصة حصتين بالكتير واكون خلصت معاكم تأسيس الخريطة ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق وشكرا على كل اللي بيتابعونا، واتمنى كل اللي لسه ما شافناش يشوف الفيديوهات دي لان زي ما قلت لكم قبل كده مفيدة جدا، وما تبخلش علينا ان انت تعمل اشتراك في القناة او تضغط لايك على الفيديو لو عجبك. بالتوفيق وشكرا لكم، واستنوا كل جديد مننا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.